السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة بقى هنعمل فكرة حلوة قوي بأزايز العصير الكتير قوي اللي بتملى البيت من اول رمضان، وأزايز الحاجة الساقعة اللي احنا طبعا بنرميها اكيد كلنا. اولا وقبل اي حاجة متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نشوف مع بعض الفكرة دي، بجد هتعجبكم قوي وهتوفر مساحة وجهد وهتعجبكم جدا. اول حاجة هنحتاجها اللي هو السبراي الابيض، وهنحتاج اللزق اللي هو السكوتش الشفاف. هنلزق بيه الازايز طبعا بعد ما نغسلها كويس جدا وننشفها. هنلزق الازايز من ورا ومن قدام بالطريقة دي وبالشكل ده. بجد الفكرة دي هتعجبكم، وعلى فكرة بعد كده اي ازايز هترموها هتخلوها عندكم في البيت، لان كده كده هتحتاجوها كلها بعدين. دلوقتي خلاص بعد ما لزقت كل الازايز هجيب السبراي وهرش عليهم كلهم نفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده. احنا خلاص رشيناهم. هنشيل بقى اللزق اللي هو السكوتش اللي احنا كنا حاطينه من ورا ومن قدام. بقت الازازة عندكم بالشكل ده. احنا بس بنحاول نعمل فيها اي منظر ديكوري كده يبقى شكله حلو. طبعا ظرف التخزين عندنا كلها بتبقى بالمنظر ده، يا اما بنجيب الحافظات، بس طبعا مهما نجيب برضو بنحتاج تاني وبيبقى سعرها غالي جدا. فايه رأيكم بقى في الفكرة دي؟ حطينا في الازايز كل الحاجات اللي بتبقى زحمة الضرفة عندنا وزحمة ضرفة التخزين وكياس كتير وساعات بتتكب وبتعمل بهدلة. حطيناها كلها في الازايز بالشكل ده وبالطريقة اللي انتوا شايفينها. وطبعا لما لزقنا السكوتش طبعا عشان نبين ايه الازازة دي بيبقى جواها ايه. وعملت زي ما انتوا شايفين كده الحركة دي. ممكن طبعا تعملي اي حاجة على ذوقك. انا كان عندي الخيط اللي هو الخيش ده فربطتها عليها كده وعملت فيونكات. ممكن لو عندك ستان عندك اي حاجة تانية بتنفع برضو، كله ينفع، كل واحدة وذوقها طبعا. وكان عندي اللولي اللي هو النص ده هلزقه عليهم. بجد بقى شكلهم حلو جدا 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 زي ما انتوا شايفين. بقى ايه رأيكم في الفكرة دي؟ لمت حاجات كتير جدا. وعايزة اقول لكم بعد الفيديو كمان كملت، يعني كان عندي ازايز تانية كملت حاجات تانية. لو عايزين بقى توفروا على نفسكم كل السبراي والحاجات دي كلها ممكن تحطوا في الازايز زي ما هي. دي كده كانت ازايز عندي برضو حطيت فيهم زي ما هما كده، لان بعد ما خلصت لقيت ان انا محتاجة تاني فقلت بقى ايه هعملهم زي ما هما. المهم الفكرة في التنظيم، الفكرة ان كل حاجة محفوظة كويس ومقفولة عليها طبعا المنظر كده بقى احسن بكتير واروق ومنظم. وبص وكل حاجة مقفولة كويس. طبعا الازايز الكبيرة بتاعت الحاجة الساقعة اللي برضو نتخلص منها بكميات كتير برضو مش هنرميها، هنستغلها وهنستغل حجمها الكبير. هنحط فيها الكياس اللي هي بتاعت التلاجة، الكياس الكبيرة اللي هي 1.5 كيلو او 2 كيلو. هنفتح بس الازازة بالمقص من فوق، لان طبعا الازازة فتحتها صغيرة فلازم نوسع شوية. هي بس فتحة بسيطة كده بالمقص وزي ما انتوا شايفين. هنحط بقى فيها الحاجات اللي هي كميتها كبيرة زي مثلا الرز، المكرونة، الأقلام، الدقيق، السكر، اي حاجة زي كده. ومتقلقوش استحالة تتكب منك، ما تقلقوش خالص. الفكرة زي ما انتوا شايفين هنطلع الكيسة من الفتحة بتاعة الازازة دي وهنقفل بالغطا. استحالة ان هي تتكب او ان هي يحصل لها اي حاجة. وبرضو استغلنا الازاز وبرضو عملنا لها ديكور كده بسيط. انا عملت 2 زي ما انتوا شايفين كده. خدت كتير كده، خدت كمية حلوة يعني، خدت بتاعة 3 كيلو رز وبرضو المكرونات. وطبعا لو عندكم الازاز اللي هي الشفافة هتبقى شكلها احسن من كده كمان، بس هي ما كانتش عندي بصراحة. بس قولولي بقى ايه رأيكم في المنظر قبل وبعد؟ بذمتكم مش كده احسن بكتير؟ كان الاول طبعا كياس وكل حاجة فوق بعضها وكل شوية حاجات تتكب. دلوقتي بقى المنظر بجد بقى اشيك بكتير ومنظم ومرتب. لو عجبتكم الفكرة بقى متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة بجد عشان تشجعوني كده ان انا اعمل فيديوهات. ونفذوا الفكرة دي عندكم بقى قبل العيد، وان شاء الله ان شاء الله انا متأكدة ان هي هتعجبكم. اشوفكم على خير. سلام.